بمبدأ إن مصر هي أمي ومصر أم الدنيا، مطالبات بتحصيل رسوم من المصريين في الكويت والسعودية والمصريين بالخارج عامة. أيوة زي ما سمعت كده، يعني متغرب وبتشتغل برا مصر هتدفع رسوم على غربتك دي، ومصر ليها حق عليك، ما هي اللي علمتك وربتك. يا ترى بقى إيه حكاية المطالبات دي من مجلس الشيوخ؟ وهل فعلا ممكن تتطبق؟ ولو اتطبقت مصير المصريين في الخارج هيكون إيه؟ أنا مريم مجدي، وتفاصيل كتير عن القرار ده هنعرفها في الفيديو ده. المصريين في الخارج ما بقوش عارفين هيلاقوها منين ولا منين. أحوالهم في الكويت والسعودية على كف عفريت، والكل حاطط إيده على قلبه من التكويت والسعودة اللي بتحصل الفترة الأخيرة في وظائف كتير، والاستغناء عن العمالة المصرية اللي بيحصل لمصريين كتير، واللي جاي يا ريته على قد اللي رايح كمان، وفوق ده كله يدفعوا رسوم وتمن غربتهم. تمن الغربة هم دافعينه تالت ومتلت، وقيسوا على كده حاجات كتير جدا. فيا ترى ايه الحكاية؟ الساعات اللي فاتت نشر موقع المصري اليوم أخبار بتقول إن النائب بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة النهاردة طالب بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، وإن يكون للدولة نسبة مئوية منهم كحق للدولة على اللي ربته وعلمته، وإن زي ما مصر وقفت جنبك في تعليمك لحد ما سافرت هترد ده في صورة رسوم هتدفعها وإنت في غربتك لمصر. قال كمان إن الثروة البشرية من أهم الثروات اللي عند الدول، علشان كده لازم يكون في منظومة قانونية تنظم الحقوق والواجبات، وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. وتساءل في الجلسة وقال: هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج؟ وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك؟ ورد وقال إن المسألة عشوائية، مفيش رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة للموضوع ده. لازم يكون في شكل تنظيمي لكل اللي بيشتغل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة، رايح فين وبيشتغل إيه، والأهم بياخد مرتب كام، بدل من إن هم يوهموا في الشوارع زي ما بنشوف. وأكد كمان إن المسألة مش مسألة إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كام عدد العاملين بالخارج. وزي ما في قوانين بتنظم العمل في الداخل للمصريين، لازم يكون في قوانين بتنظم العمل في الخارج برضه للمصريين، وما يكونش العمل بالخارج اعتباطي كده. أكد كمان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن المصريين بالخارج خلال الفترة اللي فاتت بيلاقوا احتضان كبير من الدولة المصرية كان مفتقد لسنوات طويلة. النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ قالت إن المصريين بالخارج هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، والاهتمام بيهم ورعاية مصالحهم ده متماشي مع أهداف القيادة السياسية اللي بتراعي لم شمل المصريين من مختلف الفئات وفي كل ربوع الوطن أو خارجه على هدف واحد، هو إعلاء مصلحة مصر وتحقيق تنميتها، وإن تحويلات المصريين بالخارج مصدر مهم من مصادر الدخل القومي زيه زي قناة السويس. الغريب إن لما يحطوا قوانين للمصريين في الخارج تكون في مصلحة المصري المغترب مش ضده، تكون بتحافظ على وضعه وتزود دخله وتساعده يعيش. مواطنين البلد مش أقل منهم في حاجة، ولما يتعرض لأي مشكلة أو موقف يلاقي إن بلده معاه وفي ظهره، لكن يدفع رسوم لمصر. انتوا ايه رأيكم في التصريحات دي؟ مع ولا ضد وضع قوانين زي دي للمصريين في الخارج؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.